هاي بدنا نعمل اليوم باربيكيو. هاي بعد ما عملت الخلطة اللي هي ايش حطيت فيها هدول البهارات. هاي هم معلش المنظر كله مش مزبطه. بس اول شي عملت اللحمة، حطيت بس عليها ملح وفلفل اسود وبهرتها وبس تركتها. بعدين هاي الدجاج بعد ما نظفته اول شي بالمي، بعدين نظفته بالليمون وغسلته وجهين. وكنت محضر الخلطة من قبل اللي هي ايش التوم بودرة والفلفل الأحمر والبابريكا والبصل وملح وفلفل أسود والكاري. وهي كمان الكاري وشو كمان، وحطيت عليها تومة، هي تاعت التومة، وعصرت عليهم عصرة ليمون، وكمان هي زنجبيل. كل هاي الأشياء. وهسا بدي اريحهم شوية في الثلاجة عبين ما احضر الفحم ونشوف كيف ان شاء الله بتصير. طعمة شو اسمه الصوص هذا اللي عملته كله الخلطة زاكية، فان شاء الله تطلع زاكية مع لما احطها على الجريل. هاي بعد ما ولعنا الفحم. طبعا المشروع بغلب، يعني انا ما حبيته بصراحة. كل الاكل بغلب بصراحة، يعني احسن اشي الواحد يشتري من مطعم ويريح راسه، ولا اجواء ولا عباله. هاي حطينا الفحم، حطينا البصلات. انتم بتعرفوا الغلبة وراء الكواليس قديش. هاي هدول البصلات. هسا كمان شوي بحط اللحمة. نشوف. بعرفش اذا الفحم قليل او كويس. هاي وزعته على كل شي. في فحم بس بعرفش احط كمان ولا خلاص. هسا بهوي عليهم. هاي هسا هيك اما حطيناهم على النار وهي قلبتهم وجه واحد بس. بعرفش اذا الفحم بكفي، يمكن بدي ازيد شوي. بدي اهوي عليه منيح هيك. هسا بزيد شوية فحم عشان نعمل شاي كمان على الفحم. هيك اعطيناهم كمان وجه وزدنا عليهم الفحمات. هسا بشوف اذا انهم مستويات. هاي شوف الجو اليوم محلاه هون برا عنا. هاي نظفت الطاولة وعملت قاعدة هسا مع العصير والمشاوي مع هدول الخضار، بصل وبندورة وفلفل حلو وفلفل حار. تشوف القعدة محلاها. وعلى أنغام مياد الحناوي. كان يا مكان. شو مبينة صح من الفضاء. مش شايف اشي من الفضاء. يلا بدهم دقيقتين وبيستووا. هاي هسه القعدة الحلوة. هاي عم مشاوي عمك ابو اوفا. هاي هذا عصير كوكتيل عملته امبارح بالليل. هاي مش غنية، عصير كوكتيل عملته امبارح بالليل. هذا عن جد عملته امبارح بالليل. تاني هذا بزهق طبعا. فيش شغلة بتعملها اكل سهلة. فالله يعين النسوان، الله يعين امهاتنا واخواتنا زوجاتنا. الله يرزقنا اجمعين. عن جد الله يعينهم. كش. هسا وقت الدبان. هسا فكر حالي بالغور انا. وهي شو اسمه. هاي شاي على الفحم. مش راح احط الشاي البريق تحت عشان ما يتشحبر، لانه هذا ايش بديش اوسخه. هي هدول بعدين بكملهم. هسا بدي اكل هدول ان شاء الله صحة وعافية. وكان المفروض اني اعزم حدا، ما حدش اجا يعني. او قلت انا بلاش خلص ما بعزم حدا، خليني اعزم حالي. بصير اعزم ابو وفا. وقولة رمزية عز نفسك تجدها. مزبوط. اذا ما لقيت حدا يحبك حب حالك. يلا وبسم الله والسلام عليكم، ونشوفكم على خير بمخة جديدة وفيديو جديد. مع السلامة.